يا مساء الفل أعزائي المشاهدين. الفيديو ده معمول مخصوص لكل عشاق الأكشن والإثارة والرعب واللي دايما بيدوروا على الجديد في السينما الآسيوية. لكن خليكم عارفين من البداية القايمة دي مختلفة، ما فيهاش ولا فيلم كوري ولا هندي، لأن الأعمال دي واخدة حلقات خاصة لوحدها على القناة. النهاردة جايب لكم الجزء الأول من قايمة أفضل وأهم 10 أفلام آسيوية، أفلام جاية من الصين وأندونيسيا وتايوان وتايلاند وهونج كونج. واللي بيميز النوعية دي من الأفلام إنك بتشوف فيها الأكشن العنيف اللي يخليك مشدود طول الفيلم، مع قصص درامية مؤثرة وصراعات بين الخير والشر معمولة بأعلى درجة من الواقعية، وفوق ده كله لمسات بصرية وإخراج يخليك تحس إنك عايش جوه الأحداث. فخليكم معايا لآخر الفيديو علشان نشوف مع بعض الأفلام اللي هتغير مفهومكم عن السينما الآسيوية. ويلا بينا نبدأ. وهنبدأ بالمركز العاشر بفيلم الأكشن والإثارة تريبل ثريت، والفيلم إنتاج تايلاندي صيني مشترك وصدر سنة 2019، وبيحكي عن مجموعة من المرتزقة اللي بيتجمعوا مع بعض علشان يوقفوا عصابة خطيرة بتحاول تقتل سيدة أعمال ووريثة ملياردير، وبتبدأ بعدها مطاردات ومعارك دموية في كل مكان بين الفريقين. الفيلم حصل على تقييم 5.6 على موقع IMDb. وفي المركز التاسع جه فيلم الأكشن والجريمة الأندونيسي كيلرز، واللي صدر سنة 2014، والفيلم بيحكي عن صحفي من جاكرتا بيتورط في ملاحقة قاتل متسلسل من طوكيو، وبتتداخل حياتهم بشكل مرعب وسط جرايم عنف ودموية، ومع تصاعد الأحداث بيتحول الصراع بينهم لمعركة نفسية ووحشية بتكشف أعمق غرائز الشر عند الإنسان. الفيلم حصل على تقييم 6.4 على موقع IMDb. أما المركز الثامن فجه فيلم الأكشن والإثارة الصيني ذا بروسيكيوتر، واللي من إنتاج سنة 2024، والفيلم بيحكي عن وكيل نيابة شجاع بيلاقي نفسه في مواجهة عصابة قوية بعد ما بيكتشف تورط رجال أعمال فاسدين في شبكة جريمة خطيرة، وبيبدأ يدخل في مطاردات ومعارك خطيرة علشان يحقق العدالة مهما كان الثمن. الفيلم حصل على تقييم 6.6 على موقع IMDb. وفي المركز السابع جه فيلم الأكشن والسيرة الذاتية والجريمة الصيني تشيسينج ذا دراجون، واللي من إنتاج سنة 2017، والفيلم بيحكي عن رحلة صعود تاجر مخدرات شهير في هونج كونج خلال فترة الستينات، وإزاي قدر يبني إمبراطورية إجرامية بمساعدة رجال سلطة فاسدين، وإزاي قدر يسيطر على المدينة بالمال والعنف. الفيلم حصل على تقييم 6.7 على موقع IMDb. وجه في المركز السادس فيلم الأكشن والمغامرات الكوميدي هو أماي، واللي من إنتاج سنة 1998، والفيلم بيحكي عن عميل سري بيفقد الذاكرة بعد عملية فاشلة، وبيحاول يكتشف هويته الحقيقية وسط مطاردات منظمات خطيرة بتحاول تخلص عليه، وبيستخدم مهاراته القتالية علشان ينجو ويكشف السر اللي ورا المؤامرة دي. الفيلم حصل على تقييم 6.8 على موقع IMDb. You'll never know who you are. أما المركز الخامس فجه فيلم الأكشن والجريمة الأندونيسي The Night Comes For Us، واللي من إنتاج سنة 2018، والفيلم بيحكي عن قاتل محترف في عصابة كبيرة بيقرر يخالف الأوامر ويحمي بنت صغيرة، وده بيخليه هدف لكل أفراد العصابة، وبيبدأ يدخل في معارك دموية مليانة عنف وقتال شرس بدون أي رحمة. الفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb. وفي المركز الرابع جه فيلم الأكشن والجريمة الصيني Twilight of the Warriors World End، واللي من إنتاج سنة 2024، وبتدور أحداث الفيلم في مدينة مصورة خارجة عن سيطرة الحكومة، واللي بتبقى مأوى للعصابات والمجرمين، وبيحاول شاب يدخل العالم ده ويلاقي نفسه متورط وسط حرب عنف وصراع دموي على السلطة. الفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb.
أما المركز الثالث فجه فيلم الأكشن والجريمة التايواني The Big, The Snake and the Pigeon، واللي من إنتاج سنة 2023. والفيلم بيحكي عن مجرم خطير بيعرف إنه مصاب بمرض قاتل وهيموت قريب، فبيقرر يسيب بصمته قبل ما يموت عن طريق مواجهة أخطر العصابات. ومع الوقت بيتحول الصراع لحرب دموية بيحاول فيها يثبت نفسه كواحد من أخطر المجرمين في تاريخ تايوان. الفيلم حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDb. 你死留名。你心慈手软，一拖再拖，最后只会酿成大祸。 وفي المركز الثاني جه فيلم الأكشن والجريمة الأندونيسي The Raid Redemption، واللي من إنتاج سنة 2011. والفيلم بيحكي عن فرقة من قوات الشرطة الخاصة اللي بتداهم مبنى مليان مجرمين وقتلة خطيرين، لكن الخطة بتفشل وبيلاقوا نفسهم محاصرين جوه المبنى بعد ما العصابة قفلت كل الطرق، ومن هنا يبدأ صراع دموي من أجل البقاء. الفيلم حصل على تقييم 7.6 على موقع IMDb. أما المركز الأول فجه فيلم الأكشن والسيرة الذاتية الصيني إيب مان، واللي من إنتاج سنة 2008. والفيلم بيحكي القصة الحقيقية للمعلم إيب مان أسطورة الكونغ فو واللي كان مدرب بروس لي. والفيلم بيعرض رحلته في مواجهة الاحتلال الياباني وإزاي يستخدم فنون القتال مش بس للدفاع عن نفسه لكن كمان لحماية بلده وكرامة شعبه. الفيلم حصل على تقييم 8 على موقع IMDb. وبكده نكون وصلنا لنهاية قائمتنا لأفضل 10 أفلام آسيوية، واللي حاولت أسلط فيها الضوء على أعمال مميزة من الصين وأندونيسيا وتايوان وتايلاند وهونج كونج، واللي فعلا بتثبت إن السينما الآسيوية عندها تنوع كبير ما بين الأكشن العنيف والدراما المؤثرة والقصص اللي بتسيب علامة عند المشاهد. قولولي في التعليقات إيه أكتر فيلم من القائمة شدكم، ولو شايفين إن في أفلام تانية تستاهل تدخل قائمة التوب 10 ياريت تكتبوها لي في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي.